بص يا صديقي، النهاردة ال24/9/2023، ومن المفترض اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 21/9/2023. في الاجتماع ده مفروض هيحدد البنك المركزي هل هيرفع سعر الفايدة، بمعنى إنه هيقلل قيمة الجنيه، ومعنى كده هيكون تعويم جديد للجنيه، وكارثة وكابوس هيعيش المصريين من جديد. ولكن في استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز لعدد من المحللين الاقتصاديين يوم الاثنين 18/9/2023، توقعوا فيه إن البنك المركزي هيثبت سعر الفايدة، ولكن ده مش أكتر من توقع في انتظار نتيجة اجتماع البنك المركزي. وكان آخر اجتماع للبنك المركزي هو يوم 3 أغسطس من نفس السنة، وتم فيه رفع سعر الفايدة بمقدار 100 نقطة أساس يساوي 1%. ومن ناحيتي أتوقع برضو ثبات سعر الفايدة، لأن في تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن رفع سعر الفايدة وتعويم الجنيه مرة تانية هيضر بالأمن الوطني والمواطنين. أتوقع صعب سياسات البنك المركزي تخرج عن سياسات الدولة والرئيس. وبكده تكون انتهت حلقتنا. ما تنساش لايك وسبسكرايب عشان تعرف نتائج الاجتماع والتفاصيل. إلى اللقاء يا صديقي، وأشوفك في حلقة جديدة.